اللي بره ولا اللي جوه؟ اللي بره عشان يشوف اهي. طب اصبر طيب نتاكد يا انت من داخل الزيارات التي ينفذها مكتب سيرفي في نزول المواقع الميدانية. احنا معانا جهاز محطة الرصد المتكاملة التوتال ستيشن، وهنعرف العملية اللي هنستخدمها بالتحديد دلوقتي اسمها ايه. باشمهندس محمد، عايزين نشرح بالتفصيل العملية اللي هتجرى دلوقتي اسمها ايه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، إذا شاء كان وإذا لم يشاء لم يكن. احنا هنا عملنا عملية الربط اللي هي رقم 1 في كل شغل. ربطنا الجهاز، وعملية التوقيع أهم عملية عندنا على الجهاز، اللي أنت بتوقع كل نقطة. بتبدأ تحرك المساعد على حسب توجيه اللوحة بتاعتك. احنا معانا هنا الداير المساعد اللي واقف عليه، هنبدأ نوجه اللوحة معانا هنا كده، الداير بين عندنا هنا كده. هبدأ أوقع نقط الداير دي. اللوحة اللي معانا دي هندسة مبدئيا جاية منين؟ جاية من المكتب الفني علشان تبدأ تنفذ على الواقع. تمام. أهم حاجة للطالب، أهم حاجة الموقع. لو عدت دقيقة من غير ما تستفاد أنت بتخسر، فأهم حاجة عندك تكون شغال في الموقع مركز في كل خطوة بتتم. فهبدأ دلوقتي أحرك المساعد على مثلا نقطة رقم 4. هبدأ أستدعي النقطة، نخش هنا على أمر التوقيع. بداية الشاشة اللي عندنا، الجهاز اللي احنا شغالين عليه اسمه الاي ام 105. عملية التوقيع: 1. يتم الدخول على امر اوبس بالضغط على F1، حيث اوبس معناه انظمة الرصد والقياس. بالظبط. امر التوقيع اسمه هندسة سيت اوت. سيت اوت يعني توقيع او اظهار داتا في الطبيعة. تبدأ تختار سيت اوت داتا يعني توقيع بيانات. بالظبط. تبدأ تستدعي النقطة اللي انت هتحتاج توقعها. طبعا هنا معانا 630 نقطة عايزين نعمل لهم عملية التوقيع، احنا محملينهم على الجهاز. يتم استدعاء النقطة بالضغط على امر اسمه ايه يا هندسة؟ لود. حيث لود معناها تحميل، وبالتالي نشوف رقم النقطة اللي احنا عايزين نحدده في الطبيعة. محتاجين نقطة مثلا رقم 4 وليكن نقف، نجيب 4، تبدأ تضغط انتر. اوكي. تبدأ تعمل ايه؟ عملية صفر الزاوية اللي عندنا اسمها دي اتش اي، يعني الدلتا هوريزونتال انجل. عندنا الارقام تحت الاس شرطة او دلتا اتش دي، هي الدي اتش اي اللي احنا بنصفرها. يتم قفل مسمار الحركة الافقية السريعة والتحرك بمسمار الحركة الافقية البطيئة. كلما قلت الثواني كلما زادت الدقة. احنا دلوقتي حددنا اتجاه النقطة اللي هتتوقع، ينقصنا توجيه المساعد ونبدأ نوقع المسافة. تمام. اتحرك يا محمود. الداير اللي هيتوقع دلوقتي ده داير خشب. طبعا لو عندنا خط مستقيم ممكن نوقعه بنقطة أو باتنين، نقطتين 3. أما ده عبارة عن داير على شكل أرك منحنى، كلما زادت عدد النقط اللي بنوقعها كلما زادت الدقة. عملنا أول حاجة عملية توجيه، وجهت للمساعد على تمام. النقطة. أبدأ تاني عملية إيه؟ الرصد عن طريق أمر ميجر. تمام. بالظبط كده. اظبط معايا يا محمود. وجه شمال، ضغطت ميجر، جت لي هنا المسافة إيه بقى؟ 41. سالب 41. فين المسافة هندسة؟ أنا مش شايفها. فين؟ المسافة فوق هنا، فوق الدي. الاس شرطة او دلتا اتش دي بالسالب، يعني يرجع ورا قد ايه هندسة؟ 41 سم و8 مللي. طب 41 سم ورا. وبالتالي الراجل اللي معايا نقول له ارجع ورا، ولازم يكون ظابط افقية شمال. الميني. شمال بس ميه. وجه يمين. ابدا اضغط على ميجر تاني. جت 16 سم. كانت 41 بقت 16 سم. السالب برضه محتاج ان انا ارجع ورا 16. طبعا العمليه اللي بنعملها دي اسمها عمليه التوقيع. ميه يا محمود. هنا جت معايا كام؟ سالب 4 مللي. طبعا احنا بنحتاج في نقط الداير ونقط النجاره، كل النقط دي بنحتاج نوقعها بالملي بحيث شغلك يطلع مظبوط. لما تسلمه يطلع مظبوط، اما يتصب زي الخرسانه اللي احنا واقفين عليها دي الداير يطلع في مكانه مظبوط. هنقول للراجل اللي معايا ارجع ورا 4 مللي. يا محمود ورا. كده 2 مللي موجه. يبقى انا محتاج 2 مللي فين؟ 2 مللي عليا. كلما زاد تصفير المسافة والزاوية كلما زادت الدقة. وجه يمين. كده معايا ملي. طيب الملي ده في شغلنا يعني عبارة عن مسموح به. طب احنا دلوقتي جت ملي، ايه اللي المفروض يحصل بعد كده؟ يبدأ المساعد يبدأ يحط نقطة بقلم الماركر اللي معاه.
طب احنا دلوقتي وقعنا نقطه، هيحط المساعد النقطه ويعمل عليها دايره بالسبراي، يعني هو عمل دايره بالقلم، معانا سبراي. طب يا ريت كده عشان برضو النجار وهو شغال يلاقي النقطه بسهوله. في بقى نقطه، في حاجه انا عايز اتكلم عليها يا باشمهندس محمد. احنا وقعنا، ازاي نتاكد ان النقطه الراجل علم عليها صح؟ يعني هو دلوقتي وقف، تمام، نعرف ازاي بقى ان هو علم صح؟ ممكن يكون علم يمين شمال ورا قدام. بالظبط. ممكن في طريقه اللي انت ممكن تقول له اقف وتضغط على امر ايه، تطلع بره خالص كده، تضغط على امر اوبزرفيشن، ابدا ارفع النقطه، شوف النقطه مقارنه معايا ولا لا. يعني نقارن الاحداثي اللي معاك في اللوحه بوقفه الراجل على الطبيعه. بالظبط كده. امر الرصد اسمه اوبزرفيشن. عندنا نوعين من الرصد، عندنا نوع اسمه اوتو اختصار اوتوماتيك يتسجل على الملف. طب في الحاله دي هنختار اوتو ولا ميجر يظهر قدامنا على الشاشه ونكتفي بالمقارنه؟ اختار ميجر. طب يا ريت نقف يا محمود ونرصد النقطه بامر معانا كده ونظبط ميتنا، لان احنا وقعنا فعايزين نتاكد ان النقطه اللي معانا اتوقعت في المكان. هبدا ارفع بميجر، تمام كده. ميه يا محمود كده النقطه معانا بالظبط فيها ملي بالظبط. ادي النقطه اترصدت فوق 48 سم و8 مللي، هي 48 سم و7 مللي، وتحت 84 سم و4 مللي. يبقى معانا ملي بالظبط. يعني النقطه اللي اتوقعت في الملي الراجل حدد مكانها في الطبيعه. احنا دلوقتي وقعنا نقطه، احنا المفروض هنقف من دلوقتي طول النهار نقوم بتوقيع النقط. طب بعد ما وقعت، في مهندس مدني بيجي بيشيك على المسافه بين كل نقطه والاخرى. طبعا بيبقى معاه دايمنشن. دايمنشن يعني ايه دايمنشن؟ باخد مسافات عنده، بتيجي مثلا النقطه من هنا لهنا مثلا وليكن نص متر، وعندنا الداير ده في نقطه بره ونقطه جوه، تمام، يعني وليكن 4 وكام و6 مثلا. تمام. بيبقى معاه مسافه ما بين 4 و6، يبدا يشوف النقط محققه معاه المسافه المظبوطه ولا لا. تمام. النجار يبدا ينفذ شغله مظبوط. يبقى انت كده بعد العمليه دي هو بيحتاج يشيك بالمتر معاك، يعني كل نقطه ونقطه في ما بينها مسافه، في مثلا كاميرا 25، في 30، في 40، كل كاميرا بيقيسها بالمنسوب بالمسافه اللي عنده. باختصار العمليه اللي اتعملت النهارده اسمها عمليه التوقيع. احنا النهارده في التجمع الخامس موقع الانشاءات عندنا. العمليه اللي احنا عملناها اسمها التوقيع، وتجرى بعد اجراء عمليه الربط. عمليه الربط عشان نشتغل محتاج نقطتين ثوابت يتم ايجادهم بواسطه ايه يا باشمهندس محمد؟ جهاز تحديد المواقع عالميا GPS. طبعا لو ما فيش ثوابت يتم افتراضها، وده ما يحصلش في المواقع الكبيره اللي زي هنا دلوقتي. وبعدين نجري عمليه الربط، وبعد كده نجري عمليه التوقيع. شاكرين جدا للمعلومات المفيده دي، ودوامنا لحضرتك بدوام التوفيق والنجاح.